اسمه محمد سيد الشاذلي، مساعد قائد عشيرة جوال كلية التربية. حابب أشكر كل العشيرة في الأول على التواجد قبل الدراسة بما لا يقل عن 20 يوم لمساعدة الطلبة في التقديمات والقيام بمعسكر استقبال كانت مدته من 8 الصبح ل 8 بالليل وأكتر. فنشكر برضو الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة على تواجده معانا، كان بيفضل معانا لحد بالليل. كابتن محمد فتحي، طبعا ما ننساش دور مدير الرعايه الاستاذ خالد عبد الرازق، طبعا الاستاذ خميس. كل الناس دي كانت بتبقى معانا على مدار الوقت كامل، من اول الامن لحد نائب رئيس الجامعه. طبعا العشيره عملت شغل كبير قوي قدام الجامعه بحالها. حتى لما كنا في اجتماع مع الجامعه الاسبوع اللي فات، اتكلموا ان عشيره التربيه دايما موجوده في المراكز الاولى. طبعا بقائد العشيره اللي هو الكابتن محمد فتحي والرائد الاكبر قائد سيد رمضان. طبعا العشيره دايما هتفضل طول ما الناس اللي فيها حابين المجال، مش مجرد ناس عايزين اسم او بيخشوا عشان مجرد ان احنا بقينا في جوله كليه التربيه. لكن طبعا الشكر دايما للناس الموجودين هنا في الكليه، سواء من دكاتره، من اول عميده الكليه ورعايه الشباب لحد عم جمال بتاع الامن. الناس دي كلها بتبقى موجوده معانا في الكليه. طبعا ما ننساش دور اسره من اجل مصر، اسره الخدمه المجتمعيه الدكتوره هبه الغطمي. طبعا الدعم المستمر دايما. بنشكر اسره من اجل مصر على الاسبوع التعريفي اللي قدموه للطلبه، من تنظيم الحفلات في المدرجات، وان هم دايما بيبقوا دايما موجودين مع الطلبه ويفهمون كل حاجه.